السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا هواية وفن وابتكار. والنهاردة قعدنا مع كرة القدم. الأهلي رغم كل الصعوبات اللي واجهها إلا أنه استطاع أن يفوز على ميدياما بهدف للا شيء، اللي يحقق الفوز الثاني ليه في مشواره الإفريقي. رغم صعوبة السفر واللي تعرض له أثناء سفره، ورغم أرضية الملعب النجيلة العالية ودرجة الحرارة المرتفعة، إلا أن الإرادة تفوقت، وده اللي طلب بيه كابتن كولر مدرب النادي الأهلي منذ بدء المباراة، وهو بيحفز لاعبته على النزعة الهجومية، لأنه لا بديل في هذا اليوم إلا الفوز. وبالفعل كانت اللاعيبة تتمتع بتلك الصفة. وبرغم كل الإصابات اللي تعرض لها لاعيبة النادي الأهلي، برضه زادت إصابات تاني، ياسر إبراهيم وكريم نتفت، لكن إن شاء الله إصابات خفيفة. شد في العضلة الخلفية، تمزق خفيف ياسر إبراهيم، برضه كرام في عضلة السمانة كريم نتفت، وإن شاء الله يرجعوا الأهلي بالسلامة، لأن الأهلي بيحتاج لهم مشاكل في السفر، مشاكل في جاهزية اللاعبين، مشاكل في الإصابات. مستشفى الأهلي اللي بتفتح كل سنة. كابتن كولر ألزم لاعيبة النادي الأهلي ببذل المزيد من المجهود، وإنه لازم كل لاعب يضع في نفسه إنه هو هيفوز هذا الماتش أو تلك المباراة، لأنها مباراة هامة. المباراة دي خلت رصيد الأهلي يرتفع ل 9 نقاط. 9 نقاط يعني قد يكون الأهلي مهدد بنسبة 5% فقط، لكن مباراة الغد أي فريق هيفوز بكرة من شباب بلوزداد ويانج أفريكان، أي فريق هيفوز على الثاني هيكون ده في صالح الأهلي، وهيكون الأهلي وضع قدمه، ويكون الأهلي وضع قدمه في دور الثمانية. وإن شاء الله طبعا التوقعات إن الأهلي ما يصعدش ده احتمال ضعيف جدا جدا، وليه حسابات قد لا تحدث، يمكن بنسبة 1 في الألف، مش هنقول 1 في المليون، لأن احنا برضو لازم نلعب مباراة قوية، ولازم نحرص على فارق الأهداف تحسبا لأي ظروف يقع فيها النادي الأهلي. ميدياما ليس بالفريق القوي ولا الصعب، بدليل أنه متقوقع في ترتيب المجموعة، يعني ترتيبه رقم 4، وطموحه ما فيش خالص. شوبير تألق وزاد عن مرماه. جمهور الأهلي فرحوا حسين الشحات بعد الهدف اللي أحرزه، ونتمنى أنه يتألق دوما. النهاردة مصطفى شوبير برهن على استحقاقه لأن يكون حارس مرمى دولي من الطراز الأول، وكذلك محمد عبد المنعم نتمنى أنه يكون مستوى أحسن من هذا المستوى. طبعا كابتن كولر قال للعيبة لازم نتعامل مع كل الظروف، أيا كانت العوائق لازم نتعامل معاها، وده طبيعة النادي الأهلي. والنادي كولر قبل المباراة برضو كان في كلمة مهمة، إن الأهلي لن يختلق أعذار، وزي ما كان الكابتن سيد عبد الحفيظ دايما يقول لن نعتمد على الآخرين، بعكس فرق أخرى بتعتمد تارة على الحكام، تارة على الحجج الواهية، ولكن الأهلي دائما مرفوع الرأس، ودائما زعيم القارة وسيد القارة، ودائما الأهلي نادي القرن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.